بيكم في ليله جديده من ليالي العظمه. عظمه النهارده هي عظمه كاس العالم للانديه اللي خلاص على الابواب، واللي هنبدا الافتتاح في مدينه جده، ومباراه اتحاد جده السعودي امام فريق اوكلاند سيتي. ولكن قبل ما نخش نتكلم على كل فريق، قبل ما نخش نتكلم على كل مواجهه، قبل ما نحرق توقعاتنا وانت كمان هتحرق توقعاتك وتوقعات كاس العالم، قبل ما تكتب في الكومنتات فاسمع توقعي وبعد كده انزل ارزع الكومنت بتاعك. ولكن تعال نتكلم على كل مباراة، تعال نتكلم على كل فريق في البروفة الأخيرة قبل بداية كأس العالم للأندية، ثم بعد كده نتوقع مع بعض الأربع فرق اللي هيكونوا موجودين في سيمي فاينال كأس العالم للأندية. المواجهة الأولى ما بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي. اتحاد جدة السعودي في البروفة الأخيرة اللي بيخسر من ضمك 3-1، وهدف طارق حامد اللي شفناه الرائع جدا من قبل خط ال 18 بشويه حلوين جدا، ولكن بيقدر طارق انه يسجل ويقدر فريق ضمك انه يفوز على اتحاد جده السعودي علشان اتحاد جده يبقى داخله كاس العالم بخساره 3-1. اوكلاند سيتي كمان اللي بياخد هزيمه في كاس نيوزيلندا وبيقول لهم باي باي قبل البروفه الاخيره او في البروفه الاخيره لكاس العالم. يبقى هنا فريق اتحاد جده السعودي خد خساره، اوكلاند سيتي خد خساره، وهما الاثنين هيكونوا في افتتاح كاس العالم للانديه. تعال نبص على المباراه الثانيه، وقبل ما نبص على المباراه الثانيه اتحاد جده واوكلاند، الفائز علشان نبقى ماشيين على الخط هيواجه الاهلي المصري. المباراه بقى اللي هتكون في الناحيه الثانيه يا معلم، عندنا فريق ليون المكسيكي واوراوا الياباني. ليون المكسيكي في البروفه الاخيره في الدوري المكسيكي بيخسر من فريق امريكا 3-2، اما فريق اوراوا الياباني اللي في دوري ابطال اسيا بيخسر من هونداي الفيتنامي علشان هما الاثنين برضه في البروفه الاخيره قبل كاس العالم بيكونوا تلقوا الخساره. طيب في المباراه دي هما الاثنين في طريق مين؟ هل هما في طريق الاهلي ولا في طريق الفريق البرازيلي ولا في طريق بطل اوروبا مانشستر سيتي بقياده جوارديولا والعمالقه اللي معاه؟ لكن فعلا الفائز ما بين ليون المكسيكي واوراوا الياباني هيكونوا في طريق بطل اوروبا مانشستر سيتي. اما الفائز ما بين اتحاد جده السعودي واوكلاند هيواجه الاهلي، والفائز من الاتحاد جده السعودي مثلا لو ان شاء الله يصعد، والاهلي هيكون في طريق فلومانسي البرازيلي. فتعالى بقى يا معلم فريق فلومانسي البرازيلي اللي برضه في البروفه الاخيره بيخسر من جريمو في الدوري البرازيلي. ولكن بقى تعالى دلوقتي نتكلم ونقول مين الاربع فرق ونحرق توقعاتنا اللي هيكونوا موجودين في سيمي فاينال كاس العالم للانديه. وفي اخر الحلقه اخبط اللايك الجميل بتاعك، ولأول مره تشوفني انزل يا معلم واخبط الاشتراك السبسكرايب الجميل بتاعك من العلامه الحمراء اللي تحت، واخبط بعد كده يا معلم الكومنت الجميل وقول لي مين الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في نصف نهائي كاس العالم للانديه. تعالى بقى انا هقول لك ان شاء الله اتحاد جده السعودي يصعد على حساب اوكلاند، هيكون في مواجهه الاهلي. الناحيه الثانيه بقى هنشوف بقى ليون المكسيكي واوراوا. انا برشح الفريق الياباني والكره اليابانيه تنتصر عن الكره المكسيكيه، ففريق اوراوا هيكون في مواجهه مانشستر سيتي، وفريق ان شاء الله الناحيه الثانيه اتحاد جده السعودي والاهلي مباراه عربيه خالصه باذن الله نستمتع بيها. ولكن توقعاتي وامنياتي سيبك بقى من الحاله الفنيه اللي بيعيش فيها الاهلي الفتره الاخيره والحاله اللي بيعيش فيها اتحاد جده الفتره الاخيره. الاهلي ما بيأثرش، بالعكس الاهلي يمكن في الفتره الحاليه مستواه الفني بعيد وسيء وتذبذب في الاداء الفني والجهاز الفني، ولكن بيفاجئك بمباراه كبيره وبيقدر يفوز. وتعالى نفتكر مباراه البرونزيه امام الهلال السعودي واللي الاهلي بيفوز برباعيه على الهلال السعودي. ولكن توقعاتي مع امنياتي اللي ان شاء الله الاهلي يفوز على اتحاد جده السعودي بعد صعوده على حساب اوكلاند سيتي، والاهلي يكون في مواجهه فلومانسي البرازيلي. يبقى احنا عندنا كده دلوقتي اربع فرق قلتهم لك يا معلم. عندنا الاهلي اللي صعد على حساب اتحاد جده السعودي، فلومانسي البرازيلي اللي كده كده متواجد، اوراوا الياباني اللي صعد على حساب ليون المكسيكي، ومانشستر سيتي اللي كده كده متواجد في سيمي فاينال كاس العالم. ولكن بقى مين هيكون موجود في الفاينل نسيب لكل حديث حديثه في وقته. ولكن دول الاربع فرق وتوقعاتنا اللي مين الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في السيمي فاينال. وانت دلوقتي يا معلم اخبط اللايك الجميل وسبسكرايب زي ما قلنا، وتابعني دايما، وانزل اكتب الكومنت بتاعك او التوقع بتاعك، ونرجع بعد نهايه الجوله ونشوف مين الاربع فرق اللي هيكونوا موجودين في سيمي فاينال كاس العالم للانديه. وكفايه عظمه لحد كده. سلام.